السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وندعي لاخواتنا في غزة، فلسطين، جنوب لبنان، سوريا، العراق، اليمن، السودان، مصر، كل البلاد ربنا معاهم. ربنا ينصرهم نصر عزيزا مقتدر. اللهم نصرك الذي وعدت. بشكركم كل اخ واخت خارج مصر وداخل مصر، بجد. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، وانتوا السند والعون ليا بعد ربنا. بشكر الناس اللي عملت اشتراك في قناتي. بشكر الناس اللي كتبت لي اكتر من كومنت، والله بحبكم قوي على راسي. الكومنتات الحلوه بجد اللي بتسعدني، لايكاتكم الجميله. انتوا تاج على راسي والله. ربنا يديمكم نعمه في حياتي. بشكركم، بحترمكم. حطوا لي اللايك يا حبايبي. هنتكلم النهارده عن اللايف اللي كان عامله مصطفى داوود. انا مش هقول لك بقى صاصه، ولا هقول لك انا هندهلك باسمك، لكن بجد انت عاوز كلمتين في جنابك كده. يمكن انا ما بطلعش اتكلم عنكم كتير، لكن انت غلطت في قنوات النقد، ولازم تاخد حقك بقى كويس من قنوات النقد. انت طالع بتقول، طبعا احنا عارفين ان هو عامل عملية يا جماعة، وطالع لايف عامل هيصة وزنبليطة. بيقول ان انا خلاص انا ما متش وفرحان قوي. انا ما متش، انا ما متش، انا لسه عايش وفرحان قوي. طيب اتعظ يا عم بقى من اللي انت كنت بتعمله. اتعظ بجد، ولان هو ربنا بيدي انذار للبني ادم والله. انت الكبير بتاعهم، لكن للاسف مش عارف تراضي الاخوات على بعض. انت مع الحته الرايقه. برضو طلعت وقلت انا من حقي بقى ان انا اتكلم كقنوات نقد. انا بقى الصراحه يعني، انت قلت ان قنوات النقد يا جماعه ما فيش حاجه اسمها قنوات نقد، دي قنوات كلاب وقنوات قذره. والله ما حد قذر غيرك انت. انت راجل لسانك طويل، ولازم بجد زي ما انت طلعت وهزقت قنوات النقد. قنوات النقد اللي برقبتك، قنوات النقد على الاقل ملهاش مصلحه عند حد، ولا صباحها تحت ضرس حد. انما انت هقول ايه يعني؟ انت بجد شورة اختك زاهيه، انت عبد ليها، لان هي اللي جايبه لك الداعمين. زاهيه عشان عملت لك عمليه وودتك مستشفى خاصه وعالجتك على حسابها. احنا عارفين ان زاهيه يا جماعه محطوط عليها علامه استفهام برضو، وشفناها وهي مهربه الفلوس مع الخالة حلميه وسبائك الذهب والدولارات، وكلنا عرفنا الموضوع ده. انت بجد تحت رحمه زاهيه. هي اللي نظفتك، هي اللي وضبت لك البيت اللي انت قاعد فيه، عملت لك حمامات وانت عارف، وطلعت وقلت انا كنت بعمل ايه الحمام، انا اسفه يعني، او البيبي في الزريبه بتاعتكو. هقول لك ايه اكتر من كده؟ لما تتكلم على قنوات النقد تضرب لها تعظيم سلام وتحطي ايدك على دماغك. والله ما هنسكت لك تاني. يمكن انا ما بتكلمش عنك كتير يا مصطفى، لكن هتجيب سيره قنوات النقد اللي هي برقبتك. والله ما حد قذر وما حد كلبه الا انت حقيقي بجد. لازم تاخد حقك زي ما انت طلعت واتكلمت علينا بالطريقه القذره دي. زاهيه وليت نعمتك، انت مقعد بنتك جنبك حبيبه. حقيقي بجد مفيش تربيه خالص. البنت يا جماعه في ثالثه اعدادي، لكن ما شاء الله عليها قاعده بتقرا له كومنتات، بترد على الناس بطريقه بتشتم الناس اصلا. المتابعين اللي هم عملوهم لسانها طويل جدا. طفله زي دي، الناس هتقول لي طفله، ماشي طفله، لكن عامله زي الست الكبيره دي. كمان كانت كاتبه منتدى لستها. والله العظيم المنتدى كاني كاتباه واحده كبيره في السن. قعدت تقول يا عيني يا ستي هتوحشيني يا ستي، مين هشكلك هيشكلك همه، هشكل مين همي، وكلام بقى من الكبير قوي ده. ربي بنتك، ربي بنتك بجد. دي حبيبه ما شاء الله عامله زي الست الكبيره. انتوا عاملين هجوم على حلميه، رغم ان حلميه برقبتكم. احنا لا مع ولا ضد يا جماعه، صباعنا مش تحت ضرس حد. القنوات النقد كلها محترمه على الاقل، مش زيك بتطلع قاعد على الكنبه وتستنى الملصقات وتستنى الداعمين بتوع زاهيه. واحنا عارفين زاهيه فلوسها دي كلها جايه منين. هتكلم بصراحه. حلميه سفيره الريف المصري اللي انتوا دمرتوها ودمرتوا بنتها نرمين. انا نرمينه هي ما بقتش تطلع ولا صوت ولا صوره ولا بتسجل مع امها. زاهيه محطوط عليها علامه استفهام يا جماعه. وان شاء الله ان شاء الله هنعرف الفلوس دي اللي هي غسيل اموال. بجد كل حاجه هتبان ان شاء الله.
رب بنتك يا مصطفى. الخالة حلمية كانت عامله لايف من شويه حبيبتي وتعبت. ربنا يبارك لك في الملصقات اللي جات لك. انت خدت عين باين ولا ايه؟ هي قعدت تكح كتير يا جماعه من ابن اختها تقريبا رش في الاوضه كده، وهي عندها حساسيه على صدرها فتعبت شويه. وربنا يا رب يشفيكي ويعافيكي يا خاله حلميه. اللايف كان حلو قوي، الناس حسدتك على الملصقات، ربنا يزيدك من نعيم الله. خليكي كده، استمر يا خاله وامشي في محتواكي انت وعم تسوقي وطارق. نرمين خلاص اللي كنتوا هتخربوا بيتها ابعدوا بقى عنها. ربنا يهديكي يا زاهيه. ومعرفش هقول ايه، اخوات ايه بس ونيله ايه اللي بياكلوا في لحم بعض. حطوا لنا اللايك يا جماعه ونتكلم على مشروع شويه، وبجد مش عارفين نقول لها ايه. هي طلعت بفيديو. بصوا يا جماعه انا عامله لكم فجاه، انا حلقت لابنها ده حنبوزه ده. اصل كريم خده وحلق ليوسف وحلق لحنبوزه. طب ما هو حلق له يعني ايه؟ هو ده محتوى يعني؟ احنا مالنا بكده. عامله فراخ مشويه وعامله رز وبطاطس. شوفي بنتك يا مشروق، البنت بجد بقت ما شاء الله خلاص والله. بقت انت كمان ضربتي جدا جدا، عامله بطاطس جنب الرز البسماتي وعامله فراخ. طب لزومها ايه البطاطس يعني يا جماعه؟ كلوا سلطه، كلوا حاجات مشويه، كلوا انتوا معاكوا فلوس تجيبوا اكل صحي. البنت بصراحه والله فين عمليه التكميم؟ بوظتوا لها الدنيا، حرام عليكم هتتحاسبوا عليها. شروق ديت برضو مش عايزه، يعني عايزه اقول لك حاجه بقى من عندي. اما تفتحي لايفات تانية يا مشروق ما تتدلعيش والنبي. فتحت لايف وكانت بتغني وتقول للواد الصغير العسل النحل نازل نازل على تحت. بصراحه مالكيش في التهريج يا ام شروق. انت عايزه تقلدي ام جنى، ما ام جنى ليها برضو لازمات كده بتقولها، لكن انت بتقلدي ام جنى دلوقتي. وكومنتات كتير جاتلك وقالت لك انت بتقلدي اختك ام جنى. خليكي بطبيعتك، قدمي روتين معقول الناس تتفرج عليه بدل الهيصه والمولد والتلفزيون العالي وصوت الجامع اللي جنبك. قلنا لك اختاري الوقت المناسب وسجلي فيه الهيصه اللي انت عاملاها. الناس زهقت وقرفت من المحتوى الزباله ده. ربنا يهديكم، خلصنا فيكم كل الكلام والله. بشكركم حبايب قلبي. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لحضراتكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.